المتاهة ومنطقة توتو الاتنين في اتجاه واحد، الاتنين مليانين ميات تقدر تصطاد فيهم وتنبسط احلى انبساط. الاتنين فيهم سمك كبير وزي الفل. تمام، فنركز بالله عليكم في الفيديو ده عشان الفيديو ده مهم ليك جدا 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 جدا. اليومين دول حر وحر جامد والسمكة ممنعة ومعومة وحاجات كده، فانت تحاول بقدر الامكان تروح المكان اللي فيه سمكة بتعرف تتنفس كويس. هبدأ اوصلك للاماكن دي بطريقة سهلة وسلسة علشان خاطر ما تتوهش، عشان في ناس كتير بتروح لأول مرة، فأنا مش عايز الناس دي تتبهدل. مية توتو دي أو منطقة توتو دي موجودة يا جماعة ورا البورصة. أنا زمان لو تفتكروا معايا كنت نزلت لكم فيديو على مية ورا البورصة وشرحتها ازاي تدخل من اليمين والشمال، وكمان كان معاها مية توتو. ناس كتير قوي شافت الفيديو ده وراحت وانبسطت، وناس تانية لأ. ما علينا. ناس كتير بتطلب مني ازاي اروح المتاهة، ناس بتطلب مني مية العرب اخشها ازاي وبتودي على فين وكلام من ده. وانا عايز اقول لك على منطقة توتو كمان، لان هي قريبة من الدولي وهتخدمك، وفي نفس الوقت قريبة من دخلة المتاهة. يعني المنطقة دي كلها ميتها واحدة وجميلة جدا جدا جدا. ففي الفيديو ده هتركز معايا بالله عليك، علشان انا هوصف لك ازاي تدخل من عند ترعة العرب. على فكرة دخلت مية توتو من على ترعة العرب دي دخلة، وفي دخلة تانية، وفي دخلة تالتة، في دخلات كتير. المتاهة كذلك، يعني المتاهة دخلتها مش من عن طريق ترعة العرب بس، لا، ده المتاهة انت تقدر تدخلها كمان من بعد ترعة العرب، في حتت كده بتدخلك برضو الناحية التانية. يعني بس انا عايز اسهل لك الموضوع واخدك واحدة واحدة كده. الناس اللي فاهمة والناس اللي مش فاهمة، وده طبعا كلامي كل مرة ان انا بخاطب الناس اللي لسه ما عندهاش معلومة كاملة. هو حر اليومين دول والصيد رخم انا عارف، فانا عايزك تصطاد في ميات واسعة، وعايزك تصطاد في ميات جارية. في اليومين دول الحر دول ميات واسعة وميات جارية، ايا كان بقى، ميات مزارع، ميات صرف زراعي، اي حاجة. ما تصطادش في ميات ضيقة ولا ميات واقفة، على قد ما تقدر يومين الحر دول. خلاص، وان شاء الله ربنا هيرضيك. ففي الفيديو ده يا جماعة انا ركز معايا، انا هفهمك الميات دي جايه ازاي ورايحه ازاي وبتاكل ازاي ووضعها ايه. هتركز معايا في الشرح وانا بوصف. جميل. كمان مصور لك فيديو لايف من على الميه، وكان معايا محمود ابني كمان. خلاص، كنت معذبه يومها معايا، بلففه معايا عشانكم والله. المهم يعني هنخلي بالنا من الكلام اللي انا هقوله، وكمان هبدا اوصلك ازاي تخش طريق المتاهه وافهمك الدنيا ايه حواليك كده، يعني ايه كده. هو الفيديو روح، يعني انت حاول بقدر الامكان تفهم الفيديو، وحاول بقدر الامكان تستفاد بالفيديو، لان كل الفيديوهات اللي انا هتكلم عليها بعد كده مش هبقى قصد لك ميه واحده بس، انا هقول لك كذا ميه في ايه في الفيديو الواحد، علشان الناس ما تبقاش محتاره، علشان ما يبقاش فيه زحمه، وعلشان الكل يتراضى، والميات كتير وانا الكلام اللي عندي مش هيخلص. خلاص، السلام عليكم. بصوا يا رجاله، انا هنا في ميه توتو. ميه توتو قريبه جدا من الدولي. تمام. بصوا يا جماعه، شايفين الارسال؟ شايفينه؟ ده الارسال بتاع الايه اللي ورا البورصه. تمام. بصوا يا جماعه، كده انت جاي من ترعة العرب، جاي كده 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 كده، وداخل من الطريق ده، داخل 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 داخل. شايفين الموتوسيكل اللي هناك ده؟ معدية اهي، بتعدي المعدية وتكون جاي كده. تمام، علشان تلاقي المية بتاعة توتو هي دي. تمام. حاجة كمان،
المية الواسعة دي خطيرة جدا في الأكل يا جماعة. من قدام في ملف كده قدام عند الدوران ده، في ساقية 10/10، والناحية التانية دي كده في مية سريعة جدا جاية من على الدولي من ورا البورصة، من جنب البورصة، جميلة ومكملة وطالعة عند المصرف الإسرائيلي. عند الدوران ده في مية مكملة بتكمل لجوه، بس الطريق بتاعها ما يمشيش عربية، لازم تمشي على رجلك. ماشي يا جماعة، دي منطقة توتو، ودي المكان الجميل الخطير اللي هو ده محمود ابني طلع عينه النهارده معايا، معلش. المهم يا جماعة، دي المية الواسعة بتاعة توتو. في المية دي وفي المية الضيقة. تمام، هوريكم الادوار بتاعة دي وبتاعة دي. يلا بينا، تعالوا بقى يا رجالة اوريكم جزء من الادوار بتاعة المية الواسعة الكبيرة. بصوا يا جماعة، الدور معكر لوحده، والله العظيم الدور معكر، انا ما رميته. عامل كده ليه؟ طيب ماشي، المهم انا لسه ببص عليه ده. طيب كويس. تعالى بقى بص يا جماعه الميه عامله ازاي، مغوله بوص ازاي، مغوله بوص، يعني مفيش حد بيعرف ينزل يجمس ولا قارب ولا كلام من ده، مليانه سمك. تمام، السمك برضه طايرها يعني عادي. بص يا رجاله، يا نهار ابيض يا جدعان، يا نهار ابيض، دي مراكز في الميه ولا الميه متداوم ايه يعني. بص الميه عامله ازاي، شوف منظر الميه، بص يا جدعان منظر الميه، شوف الجمال بتاع الميه، شوف الطرق قد ايه طويله جدا. بس انتوا هتصطادوا في الاول هنا يعني، مش هتخشوا جوه قوي يعني. بصوا يا جماعه، هي دي هي دين النبي يا جماعه الدور. متعه، متعه، متعه. بس انا بقى لو واخد سمكه كبيره وبتشيل من المسافه دي كلها، شوف بقى انت، متعه متعه. تعال بص 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 يا نهار ابيض على الدور يا جماعه، يا نهار ابيض. هتنزل بقى في الحته الجامده قوي دي وتعيش. شوف السمكه قد ايه بتاكل، يا نهار ابيض. انا هحاول اقف شويه بحيث ان هي ايه تطلع فوق عشان اصورها. حاجه ما شاء الله يعني كده، من اللي هي بتخوف، مش شفايف حمرا يعني. دي في حاجه ضربت تانية يعني. طب ما علينا، تعالى بقى الميه الصغيره الناحيه التانية. بصوا يا جماعه، ده دور عايز يتفتح، السمكه واقفه فيه اهي، حوت واقف فيه والله تحت اهو. السمكه اصلا في سمك كتير، مش معود السمكه كده بيلعب. دور عايز يتعمل، ده دور جهنمي ده، ده دور واحد. بصوا، ده اقول ايه بس، اقول ايه بس، اللي عمل الدور ده اقول عليه ايه. عارف الدور بتاعي بقى اللي بحب اقعد عليه انا، الدور ده انا بهواه يعني. تمام، ده الدور بتاعي، عشان بس اللي يجي هنا يشوف منظره بس وشكله. وبعد الحوض ده، ده الدور بتاعي اللي انا بعشقه. بس يا رجاله، هو ده الدور بتاعي، ده الدور بتاعي انا. اقعد بقى وعيش، عيش بقى. في هنا حيتان، في تقول تاخد قرموط ماشي، بلط خشب ماشي، حاجات من اللي هي قلبك تحبها يعني. تمام، شوف المكان عامل ازاي. انزل كمان تحت، انزل تحت ابقى قريب من الميه. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض على الجمال يا جماعه. شوف الجمال، شوف جمال المنظر. ده المكان اللي انا بحب اصطاد هنا، في ده الدور بتاعي يا جماعه هنا. تمام، اعرفوه بقى. يلا، هنزل لكم طبعا الوصف بتاعها، انا عامله قبل كده بس انا هنزله لكم تاني يعني. ربنا يرزق الجميع ان شاء الله. في ميه كمان هنا جنبها اهي. كان الاول الميتين دول صغيرين، مش صغيرين يعني، واحده واسعه واحده ضيقه، بس كنا بندخل ما بينهم بسهوله، كانش فيه الكلام ده. بصوا يا جماعه، بصوا المنظر عامل ازاي، بصوا المنظر. تعالى بقى اوريكم الاول الميه الصغيره الادوار بتاعتها عامله ازاي.
بصوا يا جماعة شكل المية، يا نهار أبيض. تعالى بقى انتوا، ده كنز يا جماعة، المكان ده كنز، كنز للصيد. أولا قريب من الدولي، يعني بينك وبين البورصة حوالي 2 كيلو، حاجة بسيطة. تمام، بتدخلها من على طريقة العرب، تمام، أو من على مصرف 20 زي ما انت عايز. لكن المنطقة اللي أنا فيها دي تدخلها من على طريقة العرب أقرب يعني. ماشي يا جماعة، المكان ده تقدر تفتح فيه دور زي ما انت عايز. تمام، أنا هوصي عليكم طبعا إن شاء الله. بصوا يا جماعة، بصوا يا رجالة، يا نهار أبيض. تعالوا كده، ده في دوار خطيرة الناحية التانية، وفي هنا دوار طبعا تحفة. المكان ده بقول لكم كنز، يعني حاجة مزاج، مزاج بجد، حاجة قريبة وحاجة مسلية جدا. سمكتها حلوة جدا وشغالة لحد شهر 2، شغالة كويس. تمام، بالله عليكم مش عايزين مشاكل. بصوا يا رجالة، بصوا المكان، محدش بيصطاد هنا، عايز المكان، الأماكن كلها عايزة تروق، الدورة عايزة تروق يا رجالة. تمام، أنا اللي يهمني إن انتوا تبقوا مبسوطين. ادي دورة عايزة تتظبط، تمام، أو الدور ده حلو، مية مجرمة، مية تحفة. بصوا يا رجالة، بصوا السمك عايم هناك، ومعرفش انتوا شايفينه ولا لأ. شوفوا المكان عامل ازاي، ولسه في طبعا ادوار قدام. دي المية الصغيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا رجالة نبدأ ونركز بالله عليكم، عشان انا هقول لك على كمية معلومات كتير جدا في الشرح ده. تمام، واذا كان انت عندك معلومات ان شاء الله هتزيد معلومات، والناس اللي مش عارفة خالص تركز، والموضوع سهل خالص كأننا ماشيين على الارض، عشان محدش يقول ان الموضوع صعب، الموضوع سهل. دي البورصة يا جماعة بتاعة الاسماك اللي على الطريق الدولي كفر الشيخ بلطيم. الناس اللي عارفاها عارفاها، والناس اللي مش عارفاها طبعا تقدر توصلها، هتكتب على الGPS بورصة أسماك كفر الشيخ هتوصل هنا. الموضوع سهل جدا خالص. خلاص، لازم تيجي هنا وبعد كده هتبدأ من هنا. حلو. طيب الفيديو ده هنتكلم فيه عن دخلة أو إزاي نروح المتاهة. تمام، وكمان هنتكلم عن ميات توتو اللي هي ورا البورصة. حلو، الأماكن دي جميلة جدا، والناس كلها إيه طبعا عندها فكرة بيها يعني. فبسم الله الرحمن الرحيم، هنقول دي مية العرب، يعني دي دخلتنا اهي. الطريق ده اللي هو هيودينا على مية المتاهة، وهيودينا على مية توتو. طبعا مية المتاهة ممكن ندخلها من قدام، من قدام كده، في كذا دخل دخلنا، لكن طبعا انا عايز اوديك من مكان دلوقتي اسهل شوية، حتى لو طويل سنة، لكن هيكون اسهل ليك كتير ان انت تقدر تروح يعني. خلاص، بص يا رجالة، دي مية جنب معلومات بقى، هبدأ اقول لك على معلومات اهو. دي مية جنب البورصة اهي، دي بتاكل برضو. تمام، وبتكمل وبتمشي بعد الارسال هنا كده، وبتلاقي ميات انا كنت واصفها قبل كده. خلاص كده لو احنا جايين من كفر الشيخ، وكده لو احنا جايين من بلطيم. طيب احنا عايزين ندخل كده. تمام، وانا جاي من هنا مثلا هعمل ايه؟ همشي كده اهو. بص يا رجاله، همشي لحد ما الاقي يوتيرن اهو، هعدي اليوتيرن. تمام، وهخش كده اهو، وادي الدخله بتاعت، هنا في حجاره كده، وادي الدخله بتاعت ايه؟ ترعه العرب. سهله سهله. طيب في ميه رفيعه اهي، الميه الرفيعه ديت احنا واخدين منها سمك ما ياكلوش لا حطب ولا نار في سنين كتير يعني. خلاص، فلو مليانه ميه هتلاقي فيها دور 10 على 10 على 10، والميه دي بتاكل، ونهايتها بتصب في الاسرائيلي. ازاي يا راجل بتصب في الاسرائيلي؟ بتصب في الاسرائيلي، انا هوريك دلوقتي. ومن نهايتها بتوسع، وبتكون عملاقه، وفيها بلط خشن جدا، وميه صعبه جدا من الاخر، لانها بتبقى جاريه، لانها محذوفه. بس ميه مزاج بتاعه الصياد اللي بيحب يقعد ياخد السمكه بعد فتره، بس سمكه يعني، سمكتها جامده جدا على فكره. خلاص، طيب يبقى هندخل من هنا الطريق ده، هنمشي كده يا جماعه، احنا رايحين كده المتاهه او ميات توتو. هنمشي المسافه دي كلها، المسافه دي حوالي 2 كيلو تقريبا، 2 كيلو 2 كيلو ونص كده يعني. طبعا مفيش دخلات كده ولا دخلات على الميه كده. عند اول دخله يمين هنقف، هنفضل ماشيين اهو. ركز كده في الصوره، الموضوع سهل اهو، احنا ماشيين على الارض اهو، كاننا ماشيين على الارض.
انا موسع الكادر شويه عشان يبان قدامك الدنيا فيها ايه. بص بقى هنا، لاحظ بقى ايه اللي حصل هنا. هنا بص 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 بص، راحت الميه داخله كده ومكمله كده. اذا ان الميه دي هي الميه دي. طيب الميه دي رايحه فين؟ الميه دي رايحه على المتاهه، وده الطريق اللي هيوديك على المتاهه. نصبر بقى شويه كده على ما نشوف منطقه توتو. طيب منطقه توتو فين؟ منطقه توتو اهي، الجزء ده كله، الجزء ده الجزء ده الجزء ده الجزء ده، كل الجزء ده دي منطقه توتو. طب احنا يا عم وائل هنصطاد فين ولا هنعمل ايه؟ طيب انا رجعت لكم اهو، هبدا امشي تاني. خد بالك السكه هتلف معاك، وبعد كده هتلاقي اول دخله. اول دخله دي اللي هتدخلك على المتاهه. حلو كده؟ فانت مش هتدخل بقى، هندخل بس مش دلوقتي. اكمل بيك شويه لميات توتو وافهمك الدنيا فيها ايه في توتو. بص يا رجاله، هنا على شمالك على طول جنب الفتحه في ميه اهي. الميه دي رفيعه، احيانا تلاقيها فاضيه من البوص، واحيانا تلاقيها فيها بوص، احيانا تلاقيها مليانه ميه، احيانا ما تلاقيهاش مليانه ميه، احيانا تلاقي الميه بتاعتها حمراء شويه، ساعات تلاقيها خضراء شويه. لكن قسما عظما الميه دي لو مظبوطه بيكون فيها سمك محترم. السمك ده جاي منين؟ جاي من الميه اللي انا قلت لك من على الدولي وبتصبه في الاسرائيلي. ازاي؟ اهي تمام اهم، كل ده متصل ببعض. طيب وبعدين الميه ماشيه اهي، اللي جايه من على الدولي اللي انا وريتها لكم اهي، ماشيه 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 ماشيه، وداخله من تحت الطريق ومكمله اهي وبتصب في الاسرائيلي. الله بجد هوريك دلوقتي، بس عشان ما ابعدش اخدك بس واحده واحده، بس انا ايه بربط لك الدنيا ببعضها. رجعنا تاني عند الايه، عند الدخله. طيب هنصطاد فين هنا يا عم وائل؟ بص قلنا هنا هتمشي كده، هتمشي عندك الميه الكبيره اهي، وعندك الفروع اللي هي على الجناب دي هتصطاد فيها. والميه الكبيره دي 10 على 10 على 10. انا بحب الميه دي جدا لان هي بتديك سمك محترم، والله العظيم بتديك سمك محترم محترم محترم. خلاص. بص يا رجاله، السمك هنا حلو وكبير ومختلف عن ميات المتاهه اللي ورا. ليه؟ لان ميه المتاهه من ورا داخل فيها ميه البحيره في اخرها، فمدخله سمكه صغيره على سمكه كبيره. انما المنطقه دي سمكها كفافي فيما فوق، كفافي محمل فيما فوق، سمك كبير فيما فوق فقط، علشان تبقوا عارفين. حلو. طيب هنمشي بقى كده، ركز عشان انا في فيديو انا كنت مسجله دلوقتي، فيديو لايف مسجله لك، هبدا اوريه لك انا كنت واقف فين. بص يا جماعه، انا كنت واقف هنا، الف كده بالراحه واحده واحده اهو. انا كنت واقف هنا بصور، صح؟ كنت واقف هنا بصور يا جماعه، ومحمود ابني كان واقف في الحته دي، ودي الميه ودي الميه اهي. هوريها لك بالظبط تاني. انا كنت واقف هنا والموتوسيكل كان واقف هنا ومحمود ابني كان قاعد هنا، وانا قلت لك دي ميه ووريتك الادوار بتاعتها، وقلت لك دي ميه والادوار بتاعتها. ادي في ميه اهي وادي ميه اهي، وده المكان اللي انا كنت واقف فيه لما جيت وقفت هنا وشاورت لك ووريتك وقلت لك ايه، بص في هنا الايه، الارسال بتاع الايه، البورصه. خلاص. طيب احنا هنخش ازاي هنا؟ هنمشي كده اهو على الطريق اللي بره ده، على الطريق اللي بره ده هنمشي كده، هنمشي كده اهو، هنمشي كده اهو ونعدي على المعديه اللي انا قلت الموتوسيكل. شايفين الموتوسيكل؟ وانتوا جايين كده وجايين كده وجايين كده وجايين كده. ادي ميه اهي وادي ميه اهي، باينين؟ ادي ميه اهي وادي ميه اهي. لما مشيت بيكم شويه قلت لكم الدور بتاعه اهو، الحته الواسعه دي. خلاص ماشي يا رجاله. فدي بالنسبه للميه اللي هي بتاعه توتو. المنطقه بقى دي كلها احنا سميناها توتو بقى بناء على الميتين دول. الارض دي ارض اصلا واحد اسمه توتو فعلا، زمان بقى معرفش بحها ولا لا. تمام، من ضمنه. خلاص يا جماعه. طيب هنصطاد فين تاني؟ بصوا يا رجاله، هلف بيك تاني معلش. يبقى انا مشيت بيك كده، مشيت بيك كده. الميات احنا هنخش لها بقى زي ما قلنا، هنفضل ماشيين 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 ونعدي على الميه دي ونخش كده للمكان اللي احنا ايه قلنا عليه. طب خلاص خلصنا من ده، هنمشي. هتقدر بقى، بص يا جماعه، هنا في دوار او مفيش ادوار، اعمل ادوار. هنا في سمكه وبتاكل على الطويل خطيره، اعمل ادوار في اي مكان هنا هتاكل معاك والله العظيم، بتاكل حلو قوي يعني. خلاص. طيب هنصطاد فين تاني؟ تعال. احنا دخلنا من هنا. بص يا رجاله، هنا في ميه. الميه دي لو واحد اتنين مع بعض تلاته جايز يصطادوا، انما لو زحمه الناس هتقول لك امشي. علشان تبقى عارف الطريق ده ما يوقفش عربيه. احيانا لو في مزرعه فاضيه في جنب من الجناب ممكن تقعد تصطاد فيها سمكه حلوه، بس
انا بقول ان ما اظنش حد هيقدر يخليك تصطاد قوي، يعني كان زمان بنصطاد عليها ونقعد عليها وبرضه الايام ديت، لكن يا جماعه الميه دي انا ما اضمنش ان حد يقعدك عليها. حتى الميه اللي عند البيت، حتى الميه اللي عند البيت، الميه اللي عند البيت دي هيقعدك الناس، هتقعدك عليها عادي. انما لو حد عمل مشاكل يا جماعه ما حدش هيقعد عليها. الناس دي محترمه جدا، اصحاب البيت ده لو الناس دي شافت من اي حد حاجه وحشه مش هتقعد حد، انما الناس دي محترمه جدا وفي ادوار مفتحه هناك في الميه دي ومحدش بيتكلم مع حد وزي الفل. انما لو شافوا اي حاجه كده ولا كده هيقولوا للناس بلاش. ماشي يا جماعه، ومحدش يدخل في الضلمه يا ريت. خلاص، فالميه ديت ما اضمنش تقعد عليها وما تقعد عليها. خلاص يا جماعه. طيب هنا بقيه الميه معديه من هنا مكمله اهي. هنا تقدر تعمل ادوار، هنا تعمل ادوار، هنا تعمل ادوار 10 على 10 على 10. انا كنت بقعد في الدوران ده اهو، وهنا في ساقيه، كنت بقعد على الدوران ده اهو واقعد اصطاد. بقعد على الدوران ده اهو واقعد اصطاد، اعمل ادوار هنا دور هنا واعمل هنا واعمل هنا. فيها وحوش يا جماعه، الميه دي فيها وحوش. اخر النهار بيخش عليك سمكه محترمه بتضرب السمكه، انت تعرفش هي هتطلع معاك ولا مش هتطلع معاك. والله بكلمك بامانه، والله بكلمك بامانه. الميه دي خطيره خطيره خطيره. ماشي يا جماعه. طيب هنا في ساقيه، ودي الميه اللي انا قلت عليها اهي، اللي جايه محذوفه من بره اهي. ماشي. الميه دي يا جماعه انت هتيجي لحد هنا كده من المنطقه، من المكان ده، وممكن تيجي هنا من المكان ده وتصطاد في الحته دي برضو عادي. الميه دي عايزه بتاخد على السنده، الميه دي بتاكل على السنده، وسمكتها بنت حرام ملهاش حل يعني. ماشي. الميه دي خطيره 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 وهتعجبك جدا لو انت فهمتها، لانها ميه صعبه وفيها سمكه صح. الميه دي بتعدي كده وبتكمل من تحت الارض وتكمل هنا. هاجيلكوا هنا دلوقتي، بس خلينا نكمل مع الميه دي. الميه دي ماشيه اهي بتجري في بوص كتير يا جماعه. كان زمان ما فيهاش بوص كتير وانا بصيت فيها على الصيف اللي فات كان في بوص كتير وادوار كده معينه كده كل ماده. اللي معاه شقرف ولا معاه حاجه بينظف بيها نظف ادوار يا جماعه، لان الميه دي فيها سمك، سمك وبتعكر بقى، ممتعه في الصيد اصلا. الميه دي لو فيها بوص نظف ادوار، حاول تشوف مكان ونظف ادوار. لو ما فيش ادوار متنظفه افضل امشي عليها. هيظهر كمان ميه على شمالك اهي، 10 على 10 على 10 على 10 على 10 على 10. والله العظيم. يبقى انت تقدر تصطاد هنا وتصطاد هنا. المكان هنا في الاخر محتمل كبير قوي تلاقيه مفتوح، وتقدر تفتح ادوار وتقدر تلاقي ادوار اساسا موجوده وكل حاجه. ميه سريعه في المكان ده وبتاكل على السنده يا جماعه، وعايزه تخلي بالك منها. بتفضل ماشي 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 ماشي. ادي الاسرائيل اهو. الله. يعني ايه؟ يعني انا اقدر ادخل منطقه توتو من هنا؟ ايوه، عشان كده انا جبتك كده. لو احنا طلعنا كده هنطلع على الدولي حاجه بسيطه اهو. اهو 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 اهو. تمام اهو. حاجه بسيطه، انا ما حصلش الجمع الاولاني اللي بعد الدولي. بص يا رجاله، ادي الطريق الدولي اهو، وادي دخلت اسرائيل اهو. ادخلك انا بقى اهو، ادخلك انا من على اسرائيل اهو. مشيت بيك على اسرائيل اهو، مشيت بيك اهو. الدنيا عاديه خالص اهو، خالص مفيش اي مشكله اهو 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 اهو. ماشي يا رجاله اهو. مشيت بيك لحد ما دخلت بيك اهو. دخلت بيك على علامات ميه توتو. رحت داخل بيك اهو. ادي ميه اهي وادي ميه اهي وادي ميه اهي. ركز في الفيديو مش هتتوه. انت لو هتركز في الفيديو مش هتتوه. مشيت لحد ما جيت عند المكان اللي انا بدأت منه، اللي هي الميه اللي داخله من تحت الايه، الطريق اهي. اهي يا جماعه اللي داخله من تحت الطريق اهي. وادي الساقيه اللي قلت عليها، وادي المعديه، وادي الميه اهيت، وادي اللي انا قلت استنى عشان اوصف لكم دي. تعالوا بقى ندخل هنا كمل بقى مع الميه دي. الصيف اللي فات يا جماعه انا كنت هناك، كانت الحته دي فيها طينه وبتاع، فانا كنت صورت الفيديو اللي انتوا شفتوه ده. المكان ده فيه طينه ما مشيش عربيه، ما اعرفش بقى هم ظبطوها ولا لا. المهم انت هتمشي على رجليك بقى، بعربيه بموتوسيكل هتمشي لحد ما تلاقي فيه مراوي. ادي مراوي انا كنت باجي اصطاد فيها اهي. مراوي اهي، مراوي لحد ما السكه تقطع بيك ومش هتلاقي فيه مراوي تاني. مكان محترم محترم محترم. المراوي ديت اصلا مش حد يخشها على فكره. خليكم كويسين مع الناس عشان الدنيا تظبط معاكم. خلاص يا جماعه، انا كده وصفت لك منطقه توتو. هقف وهيكون ده المقطع الاولاني بتاع توتو خلاص. وبعد كده هسجل لك تاني المقطع بتاع المتاهه. خلاص يا جماعه، يبقى انا هقطع واستنوا بقى المقطع التاني على طول ورا ده.
يلا يا رجاله المقطع التاني. انا رجعت بيك اهو تاني للدخله. احنا كنا جايين كده طبعا، جايين كده تمام، وبعد كده كملنا التوتو اللي هي المنطقه دي توتو بقى. دي الدخله اللي انا قلت لك عليها في المقطع الاولاني، بتدخلك على المتاهه. خلاص احنا هندخل كده. لازم نشوف المقطع الاولاني عشان يربط ببعض، عشان انا مش عايز ابدا من على الطريق تاني يعني، فاهمين؟ بس هي كده، ركز بقى معايا. احنا هندخل كده 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 كده. هنا دي الميه دي برضو ميه شغاله. هنمشي كده يا جماعه، هنمشي على الطريق ده عادي، في مسجد هنا يا رجاله عشان بس الناس اللي بتحب تصلي كده. هنمشي كده اهو، هنمشي لحد اول دخله يمين. اول دخله يمين مفيش غيرها، دي اللي هتدخلك بقى على طريق المتاهه. انا عايز اكشف لك الدنيا شويه. بصوا يا رجاله اهي الدخله اهي. طب هنقف هنا بس عشان خاطر اوريك حاجه. شايفين الميه دي شغاله؟ شايفين الميه دي؟ في ميه صغيره هنا وفي ميه هنا، شغالين الاثنين يا جماعه. الميات دي شغاله يا جماعه، الميات دي شغاله. اللي عايز يقعد يصطاد، هي طبعا مقفوله في الاخر، بس طبعا في هنا ايه مكان للصيد في الحته دي والحته دي. خلاص احنا بقى عايزين نروح طريق المتاهه، هندخل الطريق ده اهو، وهنمشي مع السكه. هتفضل ماشي على السكه لحد اول دخله يمين، اول معديه يمين، معديه مشهوره قوي. بس خد بالك بقى وانت ماشي اهو. هتمشي هوريك في كام حته كده، هوريها لك. في مراوي كده على الشمال تقدر تصطاد فيها يا جماعه. هتمشي الميه اهي. هتفضل ماشي مع السكه. الميه السكه بتلف بيك، السكه بتلف بيك اهي، بتلف بيك عادي، ما تقلقش عادي، ترجع تلف بيك تاني كده. في مراوي بتقابلك على الشمال تقدر تصطاد فيها، بس غالبا اغلبيه الناس مش بيقعدوا عليها يعني، تمام، بيحب يكملوا للاخر يعني. بس انا بحب بقى ايه اصطاد في الحتت اللي هي ايه المراوي اللي هي في الجناب ديت اللي محدش بيقعد عليها اهو. امشي والسكه هتلف بيك عادي خالص، بتلف بيك اهي اهي باينه اهي، والميه اهي، الميه اهي. اجباري. شايفين بقى الطريق الناحيه التانيه ده؟ احنا ممكن نيجي منه من على الدولي برضه، هو بقى الطرق التانيه اللي احنا ممكن نيجي منها. بس انا مش عايز اتوهك، خلينا زي ما احنا ماشيين. هنمشي اهو، هنمشي هنمشي يا جماعه عادي خالص اهوت، مفيش اي مشكله. خلاص تمام. بصوا يا رجاله، شايفين المنطقه دي؟ في هنا ميه، في اوضه هنا في الاول في الاخر اهي، وفي هنا ساقيه في الحته دي. هنا في ميه جباره طبعا. خليكم حبايب مع الناس هتقعدكم في الحته دي. كان زمان في ميه نوع على الطريق، الناس القديمه هتقول لي يا سلام، كان في ميه نوع على الطريق فيها وحوش. الميه دي من المنطقه دي بتاكل حلو، الميه الكبيره ده هي من المنطقه دي بتاكل حلو في الحته دي. كمل في الحته دي، هنا في شجره وفي زي ساقيه برضو، حركات غريبه كده، وكان في ميه هنا برضو معرفش راحت فين. المهم يعني المنطقه دي حلوه. هتفضل ماشي برضو يا جماعه، هتفضل ماشي. خد بالك، هتلاقي هنا في زي حضانات كده او حاجه زي كده. بعد الحضانات دي هتلاقي الدخل المعديه اهي. احنا كده بدانا ندخل المتاهه. انا كنت بصطاد هنا في الحته دي. وبقى هقول لكم على حاجه، اخطر ميه ممكن تصطاد فيها وتطلع منها سمك ضخم وكبير وقرموط محترم هي الميه دي يا راجل. ايوه هي الميه دي. بس لو الناس سابوك تصطاد، اقعد على الميه دي هتاخد منها سمك احجام. الميه دي مش طايله ميه البحيره، فالسمكه اللي فيها كبيره بس فيها سمك صغير. الميه دي الجزء الناحيه التانيه ده طايل ميات البحيره طايلاه، فمدخله سمكه صغيره كتير عليه. انما الميه دي المنطقه دي او الميه دي بالذات لا، الميه دي واخده من هنا اصلا، برضو واخده من هنا، في ماسوره في الحته دي. انا كنت بقعد على اولها هنا واقابل وبعد كده دخلت جوه برضو لما اتصاحبت على الناس اللي هنا، دخلت وبدات اصطاد في الحته ديت وكنت بتمتع. فلو الناس سابوك تصطاد هنا اصطاد. طيب في هنا طريق يدخلك هنا، هقول لكم بقى في مره تانية يدخلنا على ميات تانية روعه برضو. خليها في جزء تاني عشان ما تتوهش. خلاص هندخل بقى من على المعديه دي ونمشي كده احنا رايحين طريق المتاهه بقى، ورايحين الدراويش، ورايحين علي سلامه والكلام ده كله. هتفضل ماشي يا جماعه اهو، ودي على يمينك على شمالك. هتفضل ماشي وهتظهر بقى الميه دي. الميه دي بصوا، انا هقول لكم على حاجه.
الميه دي مليانه شر، يعني كل فين وفين تاخد سمكه كبيره ولا حاجه، بس هي مليانه سمك صغير. يعني انا كوائل ما بحبش اصطاد في المنطقه دي بصراحه، يعني انا المنطقه دي عموما مش كلها بصطاد فيها، حتت حتت كده. ماشي يا جماعه، هي دي احنا دخلنا بقى المتاهه اهو، احنا دخلنا كده في المتاهه معاك كده الميه الكبيره، وادي ميه على يمينك اهو، بين ميتين بين ميتين اهو اهو. هنا بقى خد بالك، شايفين الدخله دي؟ انا هشرحها لك بعدين بس انا هوريها لك دلوقتي. الدخله دي توديك على السواقي. اه والله العظيم الدخله دي توديك على السواقي اهو. بص 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 بص، اوعى تتوه، الموضوع سهل والله العظيم، اوعى تتوه. ادي منطقه السواقي، ادي الميه الرفيعه اللي الناس بتعمل مشاكل عليها والناس بتقومهم، وادي الميه الكبيره، وادي الميه العاليه، وادي الميه اللي محدش بيقعد عليها اصلا، وفي هنا ساقيه، وبنكمل هنا نطلع بره خالص. ماشي برضو عشان تبقى عارف الدنيا، انا هشرح لك دي بعدين بالروقان كده. ماشي، انت هتدخل هنا عادي من نص البيوت عادي، مفيش مشكله، محدش هيقول حاجه يعني. خلاص طيب، احنا بقى هنكمل، هنمشي كده ونكمل ونكمل. الناس بتقعد بقى تصطاد هنا وتصطاد هنا، تصطاد هنا وتصطاد هنا، دي منطقه المتاهه الناس بتصطاد فيها، انا ما بحبهاش، ما تزعلوش مني يعني. اهو 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 اهو. هنمشي كده، هتفضل ماشي برضو، ماشي معاك اهو، معاك اهو، معاك اهو، معاك اهو. هتفضل ماشي كده يا جماعه، هتفضلوا ماشيين برضو، ماشيين ماشيين اهي، معاك ميات اهي معاك، هتفضل ماشي 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 ماشي، هو الطريق واخدك اصلا معاك يمين وشمال يعني، هتفضل ماشي اهو، ماشي اهو، ماشي اهو، ماشي اهو، ماشي ماشي ماشي. الناس بتقعد هنا وتقعد هنا، تمام. ركز بقى معايا في الحته اللي جايه دي، ركز بقى في الحته اللي جايه دي. ماشي 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 ماشي، بس هنقف هنا، هنقف هنا. طول ما انت ماشي، طول ما انت ماشي مفيش دخله يمين قوي هتدخلك، دي الدخله اللي هتطلعك على الدراويش وعلي سلامه. بس قبلها بالظبط في ايه؟ في الدخله دي. الدخله دي بقى دي اكتر حته بقى، او يعني دي المكان اللي انا احبه بقى، يعني اللي فات ده ما مش بحبه قوي يعني. الميه دي مودياك على ميه البوص. ازاي يعني؟ هقول لك. والميه دي والطريق ده هيوديك على ميه الجزيره. ازاي برضو؟ اوريك. هندخل كده، الميه دي فيها وحوش الميه الصغيره دي مش صغيره، هي عاليه وبتتملى ميه مليانه سمك، فيها سمك ضخم على فكره، الميه دي حلوه جدا. تمام، هتمشي بين الميتين اهو، هتمشي بين الميتين اهو، ركز معايا، هتمشي بين الميتين اهو، ركز معايا، هوضح لك الدنيا اكتر. انا ماشي اهو، لو انا مشيت كده، بص 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 بص، بس مفيش مشي من هنا، ميه البوصه اهي، وعلي سلام احنا جايين من هنا، احنا كده انا بربط لك الدنيا ببعضها خالص اهو، والله يا رب تكونوا فاهميني يعني. يبقى احنا لو دخلنا كده وكملنا كده وكملنا كملنا 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 ومشينا اهو، مشينا اهو، مشينا مشينا مشينا، هنلاقي ميه الجزيره اهي، ادي السبعه بتاعتها اهي، وادي ميه الجزيره اهي، الميه الرفيعه اهي، ودي تكملتها اللي بتودينا ميه البوص اهي. ولو طلعنا كده، بس ما فيش طلوع من هنا عامه يعني، هنيجي نطلع المكان اللي انا وريته لك من شويه، قلت لك اهو، ونطلع بره تاني على الطريق اهو، وكده 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 نطلع على منطقه علي سلامه والدراويش. الميات دي شغاله 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 اه، كل ده هيوديك على منطقه علي سلامه والدراويش. ماشي يا جماعه، خلاص الموضوع كده سهل. دي المتاهة ودي منطقة المتاهة ودي آخرنا. يا رب تكونوا فهمتوا. معلش شوف الفيديو مرة واتنين هتلاقي نفسك فهمت، والله أنا عارف إن الموضوع طويل، بس أنا لازم أوصل لك المعلومة وغصب عني، ما أنا هعمل إيه، الطريق كده. ودي طلباتكم أنتوا عايزينها وأنا عنيا ليكم، أي حد عايز يسألني في حاجة أنا تحت أمركم. سلام عليكم.